بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كل قل في القرآن دليل على أن بلاغ الرسول عن ربه بلاغ للأمر وللمأمور به، وكان من الممكن أن يقول الرسول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويكون قد أدى المأمور به ولكنه لم يؤدي الأمر، فالأمر في قل والمأمور به إن كنتم تحبون الله، فكأن الرسول بلغ الأمر وبلغ المأمور به، مما يدل على أنه مبلغ عن الله كل ما بلغه من الله. فالذين يقولون يجب أن نحذف قل ونقول بدل أن نقول قل هو الله أحد نقول الله أحد، نقول له يبقى أنت تريد أن يكون الرسول قد أدى المأمور به ولم يؤدي الأمر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية تدل على ماذا؟ لا بد أنهم ادعوا أنهم يحبون الله، ولكنهم لم يتبعوا الله فيما جاء به رسوله، فكأنهم جعلوا الحب شيء واتباع التكليف شيء آخر. الله سبحانه وتعالى له على خلقه إيجاد وإمداد، وتلك نعمة، وله على خلقه فضل التكليف، لأن التكليف إن عاد على المكلف ولم يعد منه شيء على المكلف تبقى نعمة من المكلف، تبقى مستبع، مش عايز منك حاجة تصنعها له، إنما يريد منك قانون صيانة حياتك، قانون. واحنا ضربنا المثل بالآلة المصنوعة بأيدي البشر. المهندس حين يضع لها قانون الصيانة، افعل كذا ولا تفعل كذا، وأدر كذا ولا تدر كذا، وضعها على خلق قد كده، هذا القانون الصيانة أيعود على المهندس بشيء؟ إنما يعود على المنتفع بالصنعة. إذا فوضعه، وضع هذا الكتالوج له قانون الصيانة، تبقى نعمة منه ولا مش نعمة؟ نعمة. يبقى إذا لله إيجاد ولله إمداد ولله تكليف. ضع التكليف في خدمة الإيجاد والإمداد، لأن إن لم يعطني نظام حركة الحياة تفعل ولا تفعل يفسد علي الإيجاد ويفسد علي الإمداد. يبقى من تمام النعمة أن يوجد تكليف. فإن كنت قد أنصفت الله فأحببته للإيجاد وللإمداد، فأنصفه أيضا من ناحية قبول التكليف وتحب من أجل أن نكلف. ما أنت تحب الله، ولكن في فرق بين أن تحب الله وأن يحبك الله. يبقى أن تحب الله لأنه أوجد وأمد، ثم نظرت إلى التكليف على أنه عملية شقة فشق عليك، نقول له ما يكفيش انك تحب ربنا لنعمة ايجاده وامداده، لانك انت تبقى اهملت نعمة تكليفه اللي عايد عليك. فنعمة التكليف دي بايه؟ بانك انت تأديه. فمن الجائز انك تحب ربنا للاولية، للايجاد وللامداد، ولكن الله يتوقف حبه لك على ان تعرف نعمته في التكليف. تعرف نعمته في التكليف يبتدي يحبك. واظن احنا بنشوف حاجات كتير قوي، واحد يحبه واحد ولا بيحبوش، بنشوف دي ولا لا؟ الشاعر قال ايه المتنبي؟ قال له انت الحبيب صحيح، ولكني اعوذ به من ان اكون حبيبا غير محبوبي. فكأن الذين يدعون انهم يحبون الله لانهم عبيد احسانه ايجادا وامدادا، ثم بعد ذلك يستنكفون او لا يقدرون على حمل نفوسهم على اداء التكليف، نقول له انت منعت شطر الحب لله، لانك انت فاهم ان ربنا كلفك لصالحه وده هو كلفه لصالحك.
يبقى التكليف لا يقل عن الايجاد وعن الامداد، لان بالتكليف صلاح الايجاد والامداد. الحب هو ودادة القلب، وودادة القلب دي لما نيجي نقيسها بالنسبة لله نقوم نشوف اثارها ايه، تعمل ايه يعني؟ العطف والرحمة والرضا طب ومنك انت تبقى ايه؟ تبقى طاعة. تبقى ايه؟ تبقى طاعة. الحب الذي هو ودادة القلب دي كل واحد يقدر عليه، انما احنا عايزين كمان مع ودادة القلب ودادة القالب. انفعل بقى، شوفوا عايز ايه اعمله. قال لك الحب ده المطلوب شرعا لتعلموا ان ربنا زي ما قلنا قائم بالقسط، يعني ما بيكلفش شطط، ما بيكلفش فوق الوسع، ما بيكلفش فوق الطاقة. يقول لك الحب المراد الحب العقلي التكليف، الحب العقلي. لازم نفرق بين الحب العقلي والحب العاطفي. العاطفي دي ما يقننش له، ما اقولكش حب فلان عاطفي، دي مسألة مش بقانون. الانسان يحب ابنه الغبي حتى بعاطفته ويكرهه بعقله. لما يلاقي ابن جاره وعدو ذكي يحبه بعقله، انما ما يحبوش بعاطفته. يعني لما تقعد عنده حاجة حلوة كده يديها لابنه اللي بعاطفته. ففيه فرق بين حب العقل وحب العاطفة. التكليف دائما بالمقدور عليه وهو حب العقل. ومعنى حب العقل انه يقول الله انا لولا الدين ده كنت عملت ايه، انا لولا الرسول ده كنت بقيت فين، انا لولا كذا، فحبيته بعقلي. قد يتسامى الحب فيكون بالعطف ايضا، بعدين تجيب العطف. المكلف به ايه؟ حب العقل مش الحب الايه؟ العاطفي. ولذلك يجب ان نفطن الى ما روي عن عمر رضي الله عنه حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسي. سيدنا عمر وقف فيه قال له لا من نفسي، لا من مالي، من ولدي، مش عارف ايه، انما نفسي. وقف فيه. شوف صدق الاداء. النبي كررها ثاني وكررها ثالث. ام سيدنا عمر عرف ان ما دام بقى التكليف يبقى لابد ان تكون من الحب المقدور عليه وهو حب العقل، ما هوش حب الايه. انت يا عمر ذهبت الى ان حب العاطفه وحب العاطفه لا يقنن له، حب العقل هو اللي يقنن له. ففهم ان الرسول ما دام قد كررها ثلاثا تبقى واجب تكليفي، وما دام واجب تكليفي يبقى داخل في نطاق المقدور عليه. نطاق المقدور عليه مش العاطفه، يبقى العقل. نقول احنا لولا رسول الله ده صلى الله عليه وسلم كنا نبقى ايه؟ بالعقل بقى، ده على الاول. فلما فهم ذلك من تكرار سيدنا رسول الله عليه قال الآن يا رسول الله. فقال له رسول الله الآن يا عمر، يعني كمل إيمانك الآن. ايه بدينا نعرف مثلا عشان ما تقفش الحكاية دي فينا. نقول لك الدواء المر انت تحبه ولا ما تحبوش؟ بتحبه، انما بعاطفتك ولا بعقلك؟ بعقلك. يبقى اذا حب العقل هو ودادة من تعلم له صالحا عليك وان كانت نفسك تعرفه. بعدين لما بعد ذلك تعرف فوائده ونفعه ويختلط بيك تبقى تحبه بعاطفتك ولا لا؟ تبقى تحبه بايه بعد؟ يبقى اذا المطلوب ايه؟ الحب اللي هو حب العقلي، وبعد ذلك يتسامى الى ان يكون ايه؟ حب عاطفي. فقال لهم ان كنتم تحبون الله، هي مش دعوه. الانسان منا لما يجي يدعي انه بيحب واحد يوم كل ما يتصل به يبقى محبوب. مش قال الشعر وكل ما يفعله المحبوب ايه؟ محبوب. طب ان كنت بتحبني اتبعني. شوف خد بالك في كلمة اتبعني واستمع مني. اتبعني لا توجد الا في السلوك. يبقى عايز بقى تحب شوفني بعمل ايه، اعمل زي. انما تدعي كده انك انت بتحب وبعدين اللي بعمله انا ما تعملش زيه، تبقى ما تنفعش. فقال دليل صدقكم في الحب المدعى منكم ان تتبعوني، فان اتبعتموني يبقوا خدتم نعمة الله في التكليف على انها نعمة وقبلتموها منه مع ما فيها من المشقة عليكم، فيحبكم الله لانكم آثرتم تكليفه على المشقة في التكليف. يبقى اذا المرحلة انتم احببتم الله للايجاد وللامداد،
وبعد ذلك وقفتم في التكليف يبقى تقيل عليكم. نقول انظروا الى التكليف، هل التكليف لصالح المكلف ام لصالح المكلف؟ انه لصالح المكلف، تبقى يجب انك انت تضم للنعم ايجاد وامداد وتكليف. فان احببته للايجاد والامداد جائز ماشي، تقوم تحبه للايه؟ للتكليف، تحبه للتكليف تعمله، يبقى بعد انت محبت ربنا يبقى ربنا ايه؟ يحبك. اولا حبك لله لا يقدم ولا يؤخر، انما حب الله لك يقدم ويؤخر. قول الحق سبحانه وتعالى فيما يعلم لرسول الله ليقول لهم، قال له ايه؟ اتبعوني يحببكم الله. يعني انا ما انفصلتش عن ربنا، ما تعملوش ضرار بيني وبينه، ما تعملوش ايه؟ ضرار بيني وبينه. قال لان انا مبلغ عنه. طيب وبعدين قال ويغفر لكم. انتوا عارفين ويغفر لكم دي جايه، انتوا عارفين حكايه التقنينات البشريه يقول لك باثر رجعي، يعني اللي ما كانش في باله الحكايه دي يبتدئها دلوقتي وهنغفر له اللي فات ولا كانش عارف. ويغفر لكم ذنوبكم، ذنوبكم اللي هي ايه؟ اللي فررتم منها عن اتباعي، فانا جبت لكم الحكم عشان تعرفوا عداله ربكم، انه ما عملش الحكم باثر رجعي، لا بعد ما اعلمكم كان يجب ان تحسنوا اليه بعقولكم، انما ما يبقاش حجه الا اذا كان بلاغا، والبلاغ جه. فاللي فات نغفر. ويغفر لكم ايه؟ ذنوبكم، والله كما تعلمون غفور رحيم. قل ثانيه برضه، قل اهي اطيعوا الله والرسول. قلنا في الامر بالطاعه جاءت في القران على 3 ألوان. مره يقول اطيعوا الله والرسول كهذه الايه، اطيعوا الله والرسول لم يكرر امر الطاعه، بل جعل الامر واحدا، اطيعوا يعني المطاع الله والرسول الاثنين. اذا اتبعوني يحببكم الله، قال لك لان اصلا طاعتي طاعه مين؟ هي طاعه الله. يبقى انا ما بقولكش اطيعني انا، ده انت بتطيع الله. اطيعوا الله، ولذلك لم يكرر امر الطاعه. ومره في ايه اخرى يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول، يعني يجيب عند الله اطيعوا وعند الرسول اطيعوا. يبقى مره يوحد امر الطاعه ويعطف على المطاع الاول بمطاع ثاني، زي الايه اللي معانا دي اطيعوا الله وايه؟ والرسول. ومره يقول اطيعوا الله، انتهت دي، وبعدين يكرر امر ثاني يقول ايه؟ واطيعوا الرسول. ومره يقول اطيعوا الرسول بس. ايه الحكايه دي؟ أم قال لك هي دي الوان التكليف، لان الاحكام اللي مطلوب منا ان نطيع فيها مره يكون الله قد جاء بها والرسول اكدها بقوله، يبقى لما بطيع في الامر الواحد ده بطيع مين؟ الله والرسول معه. مرة يأتي حكم من الله إجمالا ويأتي الرسول ليفصله. طب هو الأقيم الصلاة، أنا ما أعرفش الصلاة دي كام، لا كام وقت ولا كل وقت كام ركعة ولا إيه شغلته الله، وبعد ذلك الرسول يجيب لي. يبقى أنا بأطيع الله في الإجمال وأطيع الرسول في التفصيل. يبقى فيه طاعتين، فيه إيه؟ طاعتين اثنين، أطيعوا الله واطيعوا الامر المتحد، يبقى اطيعوا الله ورسوله لانه امر واحد. خلاص؟ الامر الذي جاء من الله فيه تكليف اجمالي وترك للرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، يبقى انا اطعت الله في الامر الاجمالي في ان الصلاه واجبه واقيمها. ايه الصلاه واجبه اقيمها ازاي؟ كما يقول. يبقى دي طاعه ولا لا؟ ومرة يجيء الحكم بالتفويض الأعلى من الله للرسول، يقول له أنت قرر في المسائل دي الله. هو ما دام كده قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ترك للرسول أن يصنع أشياء ولا لا؟ ما دام ترك للرسول يبقى هو اداله بالتفويض العام، بالتفويض الإيه؟ وما دام اداله بالتفويض العام يبقى أنا لما أطيع فيما يقوله وإن لم يقل الله به يبقى داخل. ولذلك كان لما يجي يقول له الواحد اي حكم مش موجود في القران يقول له ما دليله من القران؟ ما دليل ان الفجر ركعتين
ودليل ان الظهر 4 والعصر 4 وده 3. ايه الدليل؟ نجهر هنا ونجهر هنا. قال له ايه بالك الدليل ايه؟ ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والدليل جاي من القرآن ولا لا؟ والدليل جاي من القرآن. يبقى الامر بالطاعة جاء في القرآن على الوان 3. اللون الاول ان اتحد المطاع، الامر بالطاعة الله والرسول، نعطف الرسول على مين؟ على الجلالة. إن كان لله أمر إجمالي وللرسول تفصيلي نقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب على الأرض. وإن لم يكن لله حكم بل هو بالتفويض العام، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ده اسمه إيه؟ دي للرسول. أطيعوا الرسول، أطيعوا الرسول. ثم يأتي بعد الله والرسول في أطيعوا وأطيعوا. إحنا قلناها مرة ان هو يقول واولي الامر. واولي ايه؟ ما قال هو قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر. مش جابها في مساله اطيعوا الله والرسول واولي الامر عشان يلتحموا في طاعه واحده، جابها في الايه لم فرق فيها. اطيعوا الله واطيعوا الرسول علشان تفتن ان عند اولي الامر حدث شيء، وهي ايه؟ اطيعوا. عشان نقول له ايه وهم ما لهمش طاعه ذاتيه. الرسول له طاعه ذاتيه، انما انتم مالكوش طاعه ذاتيه. طاعتكم من مستمده من باطن طاعه الله ورسوله، فلا طاعه لكم فيما لم يكن طاعه لله وللرسول. خلصنا من ذكره. قل اطيعوا الله والرسول. يبقى انتم ان كنتم حريصين على الحب من الله لكم، انتم بتحبوا ربنا، لكن انتم المساله ان ربنا يحبكم. مش كده الفايده تيجي من هنا على الاول. فادي اتبعوني. وفي التكليفات تعملوا ايه؟ اطيعوا الله والايه؟ والرسول. اطيعوا الله والرسول. فان تولوا يعني ايه؟ يعني لم يستمعوا اليك ولم يتبعوك. شوف بقى، فان الله لا يحب الكافرين. يا ستار، انتقلت الى الكفر على طول. انتقلت ايه؟ على الكفر. لما تولوا عن الرسول والى اخره يبقى انتقلت الى الايه؟ في تفظيع اكتر من كده بقى؟ ما فيش تفظيع اكتر من كده. وكلمه تولوا بقى يعني كانهم نفروا واعرضوا، مش خدوا الحكم وبعدين يعني الكسل ما خلاهمش يعملوا، جت من اولها. وبعد ذلك ياتي الحق سبحانه وتعالى بعد أن بين لنا أصول العقائد في شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأنه قائم بالقسط، وأنه يبشر المؤمنين بأنه يديلهم الملك الإيماني، وبأنه قادر وطلاقة قدرته تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وإذا كان الله قد أحببتموه لكذا وتريدون أن يحبكم الله فأطيعوه. إذا كل بعد ذلك يضع الحق سبحانه وتعالى بعد أن وضع المبادئ الإيمانية عقدية وتشريعية يعطي لنا نماذج من الخلق. لأن فيه فرق بين إنك توضع نظريات وبعدين يجي التطبيق ما تلاقيش حد يطبق. قال لك أنا لم أكلف شفقا ولا عبثا، وإنما كلفت تكليفات، وفيه من الخلق أمثالكم من استطاع أن يسير عليها وأن يكون كذا وأن يكون كذا. فعرض نماذج. لسه الإسلام جاي جديد، يقوم يعرض نماذج في القديم علشان نعرف ان احنا ما عندناش ابدا، الاسلام ما عندوش تعصب ابدا، لان الدين اللي جاي من الله على ادم هو الدين اللي جاي لابراهيم، هو الدين اللي جاي لآل عمران، هو الدين اللي جاي لآل موسى كلها. وبعد ذلك يعطي صفحات التكريم لاهل اديان منسوبين الى اشياء الاسلام جاي عشان ينسحها. ايه العظمه؟ يقول ان الله اصطفى ادم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران على العالم. شوف عدالة القرآن، شوف جايب القضية فين، مع أن كان في المتقدمات اللي قلنا حجاج وفد نجران والنصارى والعملية دي كلها، إحنا ما حملناش الآباء ذنب مين؟ ذنب الأبناء. ده احنا بنقول لهم ده دول الأصول بتاعتكم كانت أصول طيبة وطاهرة وخسارة إنكم تبقوا بالشكل اللي انتوا فيه ده. إن الله اصطفى
آدم. طيب كلمة اصطفى تدل على اختيار مرضي. طيب اصطفى فكانوا طائعين أم علم أزلا أنهم يكونون طائعين فاصطفاهم؟ معنى اصطفى، ما هو واحد يقول لك ما دام، نقول له أصل هو علم أزلي وعلمه مش مترتب، يعني مش حاجة مترتبة على حاجة، ده علم مرة واحدة كده. فهل ساعة تأتي أنت بقانونك البشر وتيجي تتفرس في أي واحد كده وتوليه أمر يوم ينجح، ثم تقول أنا مش قلت لك ما يفرست فيه كانت كويسة؟ طب تفرستك أنت، طب وفراسة ربنا بقى؟ يبقى اللي اصطفاهم دول علم أزلا أنهم إيه؟ هيكونوا كويسين، ولا يكونوا كويسين بالاصطفاء؟ لا، هم كويسين في النفس العامة، ويكونوا كويسين بعد ما ياخدوا التكليف في النفس الخاصة. يبقى لهم هم كويسين من قبل ما يكون ايه؟ من قبل ما يكون في تكليف. يعني لو تركتهم الى الامور العقلية كده تجدهم مساويين، وبعدين يجي ايه؟ يجي امر تكليفي وهنصطفيهم ويبقوا رسل والى اخره. طب ان الله اصطفى ادم، اصطفاه تأتي بمعنى خصه بنفسه او اخذه صفوة من غيره. طب اصطفى ادم على مين؟ هو كان حد لسه جه؟ طب نوح زي بعضه كان فيه ناس، وابراهيم كان فيه ناس، اصطفاه ده يعني ايه؟ يبقى معنى اصطفاه دي مش ضروري يكون فيه مصطفى عليه. المصطفى عليه ياتي منه من الذريه. نعم، المصطفى عليه ياتي بايه؟ منه. فاذا شفت اصطفى تقوم تقول له اصطفى ده فيه مصطفى عليه ولا ما فيش؟ فان ما كانش فيه مصطفى عليه تبقى ده اختاره يعني، وان لم يوجد مصطفى عليه، او لما اصطفاه هو هتبقى الاصطفاء ده على اللي يجي من نسله بعدين، يبقى ينفع وايه؟ وينفع. ان الله اصطفى ادم ونوحا. طبعا سيدنا نوح الجماعه الكافرين اللي كفروا به ربنا اغرقهم بالطوفان، واحمل فيها من كل ايه؟ زوجين اثنين واهلك، تبقى هي البقيه دي اللي ايه؟ اللي بقيت. نقول له طيب البقيه اللي بقيت هي دي المؤمنه اللي كانت معنا. نقول له ما هي والاغيار جاءت في اعقابهم فنشا كفر برضه ايمان. لان هي المساله ايه؟ المساله ان ادم حينما خلقه الله وصنع له التجربه في الجنه، التجربه التكليفيه، كان من الواجب انه ينقل ما علمه الله لمين؟ لابنائه. اشمعنى نقلت لهم مسائل صيانة مادتهم؟ علمتهم ازاي ياكلوا وازاي يشربوا وازاي يغسلوا وازاي يعملوا، مش معنى دي تبقى القيم لازم تكون وياهم ولا لا؟ ولازم ادم ادى ولا ما اداش؟ ادم ادى، لكن بمرور الزمان تبهته التكاليف. التكليف مرة نتخصى منه شوية 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 لحد ما ايه؟ لانه ما يكنسي. يقوم الله من رحمته بخلقه يروح مجدد وجايب ايه؟ رسالة. ساعة ما يجدد ويجيب رسالة، الرسالة دي يعني تبدي اللي كان موجود الأول فيما يتعلق بالعقائد والأخبار والأشياء التي لا تتغير، والأحكام يجيب الأحكام المناسبة للزمن. فإذا ما أمكن للبشر أن يعدلوا من سياسة البشر يظل الأمر. يعني واحد بيعمل منكر وناس بيقوموا يضربوا على إيده، خلاص تبقى المسألة لسه فيها خير. ليه؟ لأن مصاف اليقين في النفس الإنسانية تأتي من أشياء. في واحد مصاف اليقين في ذاته، يعني مش قادر على نفسه يعمل المعصية، إنما نفسه إيه؟ تلومه وبعدين يرجع عنه. يبقى المصاف اليقينية في مين؟ في نفسه. ومرة ما تبقاش في نفسه، تبقى في غيره، يوم يوجد آمر بمعروف وناهي عن منكر. طب فإذا المصاف الذاتية امتنعت والمصاف الاجتماعية اللي حواليه امتنعت، ما عادش في أمل بقى. يبقى لازم يجي رسول جديد ولا لا؟ وينبه الناس ثاني جديد بمعجزة. بإيه؟ كل ما يجيش رسول جديد بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي شهادة للأمة بأن الله أمنها أنه إذا منعت في أي نفس مصافيه الذاتية فستبقى مصافيه الاجتماعية، ولازم هيكون فيها كده. وإلا لو ما كانش كده كان لازم يجيب نبي ثاني بقى. ما جابش نبي ليه؟ لأنه أمن هذه الأمة إن مش هتمتنع فيها المصاف الاجتماعية. إن امتنعت المصاف الذاتية هتوجد المصاف الايه؟ الاجتماعية. ولذلك كنتم خير أمة أخرجت ايه؟
تأمرون بالمعروف يعني هتفضل موجودة ولا لا؟ هتفضل موجودة. فإذا بعد نوح حصل برضه الغفلة، يقوم ربنا يجيب ايه؟ اصطفاءات أخرى. يقوم بعد ما يجي يقول ايه؟ آدم ونوحا وآل إبراهيم. ما هو إبراهيم بنقول عليه أبو الأنبياء، أبو الإيه؟ الأنبياء. وبعدين جاب منهم حاجة وادالها ميزة، وآل عمران. وآل عمران، آل عمران، كلمة عمران دي حين ترد في الإسلام في اثنين اسمهم عمران. في عمران اللي هو أبو موسى وهارون، وفي عمران تاني. عمران اللي هو أبو موسى وهارون كان أبوه اسمه يصفر، وأبوه وجده يعني اسمه قاهر، وبعد منه لاوي، وبعد منه يعقوب، بعد منه إسحاق، بعد منه إبراهيم. في عمران تاني اللي هو مريم ابنة عمران. حصل إشكال عند كثير من الدارسين في أنه أي العمرانين يريده الله، فلما اختلفوا ما فطنوش إلى شيء، إن القرآن راح مديلهم تهدية. قال إيه؟ قال له كان يجب أن تفهم إنه مش عمران اللي هو أبو موسى، بل عمران الثاني. عمران الثاني دي ابن مين؟ قال ده إيه؟ ابن ماسان. عمران ابن مين؟ ابن ماسان. وماسان ده من سليمان، سليمان من داوود، داوود من إيشي، إيشي من يهوذا، يهوذا من يعقوب، يعقوب من إسحاق. يبقى شوف الطول البال طويلة موجودة ازاي. يبقى دوكها عمران، موسى وهارون أبناء مين؟ عمران. عمران ابن يصر، خلاص، ابن قاهد، خلاص، ده عاد ابن قاهد، ايوه، ابن لاوي، ابن يعقوب، ابن اسحاق، قريبه الحل. الثاني لا، عيسى ابن مريم. ولذلك كنا زمان واحنا صغيرين في طلب العلم لازم نعمل لها ضبط بالحرف، نقول عم صديقية، عم صديقية، عم يعني عيسى ابن مريم، ادي عام الاولانيه، خلاص. مريم بنت عمران، عمران ابن ماسان، ادي عام، خلاص. وبعدين ايه؟ سد سليمان، وبعدين داوود، سدا ايشي، هي ياء مسدده، يهوذا، يعقوب، الالف، اسحاق، عشان نقدر نضبطهم. ما هنضبطها دي ازاي؟ فيبقى في عمرانين اثنين. التبس الامر على كثير وقال لك اي العمرانين الذي يقول الله في حقه هذا. نقول له اولا مجيء قصه مريم يدل على ان عمران الثاني ده، وايضا يجب ان تفطن ايضا الى انه قال وكفلها زكريا، وزكريا دي ابوه كان اسمه ايه؟ آدم، وآدم كان معاصر لماسان. يبقى عمران هو بقى المراد هنا ايه؟ عمران الثاني اللي هو ابو مين؟ ابو. والذي زودهم في اللخبطه ان من العجيب ان سيدنا موسى وسيدنا هارون كان لهم اخت اسمها مريم بنت عمران، ادي اللي عمل ودي مريم بنت مين؟ بنت عمران. وكلمه مريم كانوا بيتفائلوا بيسموا بها لان معناها في لغتهم العابده. الايه؟ العابده. يبقى دلوقتي حررنا من عمران المراد، لان القصه هتيجي لمين؟ لمريم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. حين تقول اصطفيت كذا على كذا، يبقى معناها كان من الممكن أن تصطفي واحدا من على كذا ده، يبقوا لازم يكونوا موجودين. يبقى على العالمين يعني على عالم زمانهم، ناس موجودين وبعدين اصطفى منهم واحد. ما اقولش انا اصطفيت واحد بقى واللي لسه اللي هيتولد، نقول له لا، احنا بنتكلم على عالم ايه؟ على زمان. ذرية بعضها من بعض. حين يقال ذرية بعضها من بعض انسابا ولا دينا وقيما، ربنا علمنا في مسألة إبراهيم أن الأنساب عند الأنبياء أنساب الدم واللحم لا اعتبار لها، وإنما الأنساب المعترف بها بالنسبة للأنبياء هي أنساب القيم والدين. إحنا كنا عرضنا حينما قال الله لإبراهيم وإذ ابتلى إيه؟ إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن.
فلما أتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ماذا قال إبراهيم؟ قال ومن ذريتي، فردها الله عليه وقال لا، ده إماما يعني إيه؟ ده إمام يعني مقتدى في الهدايات، لا ينال عهد الظالمين. تبقى المسألة مش وراثة الدم. فسيدنا إبراهيم ساعة ما سمع حكاية الوراثة دي للأنبياء غير وراثة الدم، حينما دعا إني أسكنت من ذريتي إيه؟ بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وبعدين قال إيه؟ وارزق أهله من الثمرات. فيهم الحكاية بتاع زمان. قال له من آمن؟ قال له لا، خلطت الأمر يا إبراهيم، لأن الرزق قوت من أوجدت. أنا أوجدت ناس يبقى لازم أرزقهم، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. فما تخلطش الإمامة بالإيه؟ بالرزق. قال له ومن كفر؟ ما بيقول يرزق أهله. من آمن استدرك أهو. قال له لا، ومن كفر. ليه؟ لأنني اللي استدعيتهم للوجود، وما دمت استدعيتهم للوجود يبقى رزقهم عندي. يبقى ذرية بعضها من بعض في إيه؟ لما يجي القرآن يجي في آية يقول المنافق والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هي سلالات نسبية ولا قيمية؟ يبقى قيمية. ذرية بعضها من بعض تبقى قيميات كلها. والله سميع عليم. حين يقال والله سميع يبقى بيحرص الأقوال، عليم بيحرص الأفعال والقبايا الاثنين. إذ قالت امرأة عمران، إذ قالت، ساعة ما تسمع إذ دي بيقدروا لها اذكر، لأن إذ دي ظرف. اذكر إذ جئتك، يعني وقت إيه؟ جئتك. إذ قالت امرأة عمران، بعض الناس أهل الفقه بيقول لك سميع عليم وقت قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني. يعني بده يربط الآية دي بإيه؟ سميع وعليم. سميع وعليم إيه؟ إمتى؟ قال إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك إيه؟ ما في بطني. إني نذرت لك ما في بطني محررا. كلمة محرر دي ساعة ما تسمعها تقوم تلاقيها يعني مش مملوك، زي ما حررت العبد، يعني إيه؟ يتصرف كما يشاء بدون قيود مني عليه. برضه تاخد المادة حتى تشيعها في أي حاجة. حررت الكتاب، معنى تحرر يعني أفلحت ما فيه من إيه؟ الفساد والتعديل والشطب والبتاع، اتحرر خلاص. قولها رب إني نذرت لك ما في بطني محررة مناجاة لله. هذه المناجاة لله ما الدافع إليها؟ هي موجودة في بيئة، وتشوف الناس بتعتز بأولادها، مش كده؟ وأولادها يحكموا حركتهم وهم يحكموا حركة أولادهم، ويعيشوا علشان الولد يبقى عز، وعشان يبقى قرة عين، وعلشان يبقى مش عارف إيه. يبقى طبعا ده ما عجبهاش، بدليل أنا عايزاه أحرره من الحاجات دي كلها. أنا عايزه محرر مني وأنا محررة منه. يعني ما ربطوش بسبب، ما ربطوش بحب، ما ربطوش برعاية. ليه؟ لأن الإنسان مهما وصل إلى مرتبة اليقين بتجيله المسائل اللي الناس فيها لها أشياء عليه واتصالات، بيبقى فيه إيه؟ ميل له. لا، قالت له أنا عايزاه بعيد عن الحكاية دي. طيب أنت يا امرأة عمران بتتحكمي في ذات هتبقى زيك. أم قال لك لا، ما هو طالما كانت لها الولاية، لما ينظروا حاجة للبيت المقدس طالما كانت لها الولاية يظل كما أراد. فإن بلغ رشده خير، تجيز إنك أنت تفضل زي أمك وأبوك ما عملوك، ولا يبقى لك حرية ثانية. إذا ساعة ما توجد له ذاتية لخير، هي مش عايزة قرة العين وإنها تبقى وياها لا، أنا محرر لخدمة الإيه؟ البيت المقدس. الطلب بتاعها يبقى عايز محرر، ذات محررة، ولازم تكون ذكر. فتبقى معناها ايه؟ اني نذرت لك ما في بطني محررة. يبقى معناها انها عايزة ايه؟ عايزة ولد ذكر. ما هو الولد برضه يطلق على البنت، الناس برضه بتغلط، بس هو استعمال شائع ان الولد يطلقونه على الذكر، انما الولد المولود. اني نذرت لك ما في بطني محررة. كلمة نذر إذا سمعتها
افهم أنها أمر أريد به الطاعة فوق تكليف المكلف من جنس ما كلف المكلف. يعني الله فرض عليك 5 صلوات، انت نذرت مثلا تصلي مثلا قد كده، تبقى انت ايه؟ ألزمت نفسك بأمر أكثر مما ألزمك به الايه؟ المكلف. إنما من جنس ما كلف ولا لا؟ من جنس ما كلف. تصوم شهر فنظرت انك انت تعملها الاثنين والخميس، نظرت انك انت تعملها شهرين، انت حر. مثلا طلب منك 2.5% على مالك، انت نظرت اني ادي 50%، 10%، انت حر. يبقى ايه النذر؟ ايه؟ زياده عما كلفك المكلف من جنس ما كلفك. كلمه نذرت يعني معناها انها كان من الممكن ان تكون برضه تقيه وورعه ولا تعملش العمليه دي. ده امر زائد ولا لا؟ امر زائد. امر زائد علشان ايه؟ خدمه البيت. وهل ده من جنس ما كلف؟ قال لك ايه؟ لان ما دام في بيت لله يبقى لازم حد ايه؟ يخدمه. ان قام به البعض يسقط عن الباقي، وان لم يقم البعض يبقى اثم الجميع. فما دام الدين نذرت لك ما في بطنك، والنذر يعطيك عشق العباده لله، لأنك لو لم تعشق ربك لما زدت فوق ما كلفك من جنس ما كلفك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.